السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم يا أهلنا الطيبين؟ عساكم بألف خير وصحة وسلامة. اليوم إن شاء الله فلوقنا بدايته حبيت أشكر كل من سأل عنا واتصل بينا، سواء عن طريق القناة أو عن طريق الدخول على الخاص أو عن طريق الانستغرام. حبوا يطمنون علينا، أنا جدا ممنونة من عندكم، ويا ربي ما يشوفكم مكروه ويحفظكم ويحفظ عوائلكم يا رب. طبعا أنا نزلت فلوق بناء على كثرة سؤالكم عنه، بس الفلوق كان متصور ومنتجي قبل هذه الأحداث، بس ردت أطمنكم علينا وحاولت أرد على أكثر أسئلتكم. واليوم إن شاء الله راح سويت ثواب لوجه الله تعالى بمناسبة شهر رجب لكل أمواتنا وأموات المسلمين، واللي راحوا شهداء إن شاء الله يحتسبون عند رب العالمين بالزلزال، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. طبعا ما يخفى عنكم اللي صار بالفترة الأخيرة، إحنا سبحان الله ما كان عندنا أي علم بوقت الزلزال ولا حسينا به، من فضل رب العالمين هو اللي حافظنا وحافظ أمة محمد يا رب. طبعا إحنا استغربنا من الحدث لأن ما حسينا به ولا استشعرنا به نهائيا. عرفنا عن طريق اتصال ابن خال أبو مصطفى من أمريكا، الله يرضى عنا، اتصل بينا لأن هو التوقيت عندهم يختلف. الساعة 11 بالليل، إحنا عندنا بالسبعة الصبح، كنا قاعدين تعرفون إحنا وقت الصلاة عندنا صلاة الصبح بالسبعة، فقعدنا دا نصلي وإذا يطمن علينا شنو الأخبار شنو اللي صار عندكم، وإحنا استغربنا وإذا بالزلزال صاير سبحان الله بالضبط بال4:17 بالمحافظات الجنوبية من تركيا، ب10 محافظات تقريبا. والنكبة اللي ما تخفى عنكم، كل اللي صار وكل الأحداث أول بأول اللي دا ينقلها وسائل الإعلام دا تنقلناها بكل تفاصيلها، وسبحان الله قدر الله وما شاء فعل، ولا يسأل عما يفعل. سبحان رب العالمين، الاعتراض على حكمه، هو الحافظ الحفيظ، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، سبحان رب العالمين. وهذا التوقيت زاد بالكارثة صعوبة، إنه أكثر الناس بالبيوت وكلهم نايمين وما استشعروا بأي شيء، وهو سبحان الله الزلزال ما طول دقيقة وبعض الثواني، وشوفوا تداعياته وشوفوا اليوم التاسع سبحان الله، وأنا دا أسجل بيه الفلوق والناس دا يطلعوهم من تحت الأنقاض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحدث جلل، الحدث يعني كارثة بمعنى الكلمة. ربي يتولاهم ويتولانا، ونرجع نعزي نفسنا وأهل الضحايا. ربي يرحم الأموات ويشافي الجرحى ويصبر أهلهم وذويهم ويتقبلهم من الشهداء يا رب. وبنفس الوقت من ناحية ثانية نشوف الوحدة اللي لمسناها سبحان الله، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. سبحان الله، يعني إحنا من شفنا هذا الحدث اللي صار، شاهد ربي يعني ما أخفيكم إنه يعني شغل البيت نقوم عليه قوة، يعني واهس ما عندنا اللي دا نشوفه، اللي يعني دا يعانوا، اللي يعني اللي مات سبحان رب العالمين هنيئا إلى الشهادة، ولكن اللي ظلوا بالشارع، اللي بالمخيمات، اللي تحت الأنقاض، اللي يعني تزامنت البرد، الزامن الوضع المأساوي اللي هذا اللي ظالين بالمخيمات بالشارع. يعني احنا طفت عندنا التدفئة المركزية، تعرفون نظام هنا التدفئة، رأسا حسينا بالبرد، ما أعرف كان أكو خلل لساعات بسيطة ورجع إجا. احنا هنا معتمدين على التدفئة، يعني ما عندنا دفايات وصوبات داخل البيت، فحسينا بالبرد. بنفس الوقت حسينا بيهم، حسينا بمعاناتهم، يعني شلون قاعدين بالشارع هم وأطفالهم، وحتى لو مخيمات، يعني مخيمات شتريد يعني تحميهم، وخاصة يعني درجات كلها تحت الصفر. تركيا كلها باردة، هذا يعني هاي الأيام برد مو طبيعي، يعني الله يكون بعونهم، الله يتولانا ويتولاهم، ولا اعتراض على حكم رب العالمين. وإحساسنا هذا بيهم جسدناه بمبادرات سبحان الله، مو بس إحنا وكل العراقيين والعرب اللي موجودين هنا، يعني متآزرين على اتصال مستمر واحد بالثاني.
اجى هنا هم اجى وعاء إلى سوريا خطية يعني ناسحين من الأماكن اللي صار بيها الزلزال، وجوا على شقة فارغة، فتشوفون بيناتهم يتصلون، اتصلوا هم بأبو مصطفى، واللي قدرنا نساهم بيه ما قصرنا. تعرفون احنا كل العوائل العراقية هنا بغربة، إمكانياتنا مو مثل ما احنا نكون موجودين بالعراق، بس الحمد لله يعني قدرنا نساهم بشيء. أبسط الأمور هي ممكن أنه تفيدهم، يعني شقة فارغة معناته يحتاجون الكل شيء، فهل الإنسان الله يمكنه عليه يعني أحسن من الماكو. بنفس الوقت فتحوا مراكز للتبرع بالدم، مراكز للتبرع بملابس، وخصصوا يعني أماكن خاصة الكل موقع، المفروشات، فلوس اللي الله يمكنكم عليه تتبرعون به، وحاويات وشغلة مرتبة كلش مرتبة، وطلعت من أفيون. هذه كليتها مساعدة. الله يقول الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، يعني هاي أبسط مبادرة الإنسان يقدر يقدمها الأخوه بهيجي محنة. الله يعديها إن شاء الله على خير، ونتجاوز هالمحنة يا رب إن شاء الله. إن شاء الله ما بعد الضيق إلا الفرج أكيد. عشمنا برب العالمين إنه يتجاوزون هذه المحنة، ورب العالمين يعوض صبرهم خير يا رب. وأنا أشوف بالنسبة لتركيا ما شاء الله دولة قوية، حكومتها قوية، قادرة إنه تعوض شعبها، يعني التعويضات المادية أقصد. البشر ما يتعوض، يعني وعدوهم إنه خلال سنة ترجع لهم شققهم كلها ويسلموهم مفاتيحها، أعطوهم تعويضات مالية. يعني هاي الأمور كلها مسيطر عليها، مو مثل السوريين، مو مثل العراقيين. أكو عراقيين أيضا كانوا من ضمن المناطق اللي صار بيها الزلزال. الله يتولانا ويتولاهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإحنا العراقيين معروف عنا هالغيرة، وين ما نروح وين ما نكون نحس بغيرنا، نشيل همه، نحاول إنه نساعده باللي نقدر عليه. هنا صديق أبو مصطفى عراقي خطية كان أول المتبرعين بالدم، وبنفس الوقت أبو مصطفى هم ما طوله موجود هنا، هم راح خطية تبرع لهم بالدم، وباقي الأمور اللي قدرنا نساعد بيها. يعني إحنا عايشين العراقيين بالذات عايشين هاي النكبات، مرينا بهاي الظروف، مرينا بهاي الأزمات، فالتكاتف بهيجي أوقات، يعني هي هاي أوقات البذل، أوقات العطاء. يعني الإنسان هنيال اللي يقدر يساعد، هنيال اللي يقدر يوقف ويآزر أخوه المسلم، يعني هاي جدا كبيرة عند رب العالمين. بنفس الوقت أنا عندي متابعة من العراق، الله يرضى عنها ويرضيها، هي وزوجها يتصلون بي: يا خالة نريد نساهم، نريد نساعد بأي وسيلة، نريد نوصل مبلغ نساعد بيه. يعني هذه كليتها أمور بدون ما واحد يطلب من عندهم. يعني هذه إحساس الغيرة العراقية موجودة، وين ما تروحون تلقوها، وهذه كليتها رب العالمين يآجرنا عليها، وإن شاء الله بميزان حسناتنا. وكل اللي يسعى بيه والدال على الخير كفاعله، الإنسان يسوي اللي يقدر عليه، والباقي أكيد على رب العالمين. وأنا عرفت بالعراق هم دا يسوون مجاميع، حتى يقولون البنات دا يجون للبيوت يجمعون تبرعات، منظمات دا تجمع دا تدز، سواء التركية أو السورية. يعني الحمد لله رب العالمين. هذا المعهود عنا إحنا العراقيين بوقفاتنا، اللي إن شاء الله يا ربي تبعد الشر عنا وعن أهلنا، وهذا كله بميزان حسناتنا. وختاما حبايبي أكرر شكري وامتناني لكم على سؤالكم وعلى كل شيء، وإن شاء الله أوعدكم أن رب العالمين مثل ما وعدنا أنه من بعد البأساء والضراء والزلازل يكون نصر من الله وفتح قريب إن شاء الله يا ربي، تكون خاتمة للأحزان. وبنفس الوقت مثل ما ختم أحزان رسولنا الكريم بليلة الإسراء والمعراج بعد عام من الحزن، رب العالمين فرج عنا إن شاء الله يا ربي، يفرج عنا وعن كل المسلمين. وإن شاء الله أشوفكم بألف خير وصحة وعافية. بالنسبة للفلوج اللي حابين يعرفون التفاصيل عن النوعين الحلاوة اللي سويناها ثواب والشرك، احنا مسويه بفيديوهات مستقلة بقناتنا، تقدرون ترجعوا لها. دمتم في حفظ الله ورعايته، مع ألف سلامة.